بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير ويعود عليكم كل ايام بالخير يا رب. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم رموش الست. معانا الاول نعمل السيرب. هنعمل كوباية ونص سكر وكوباية ونص مية. هو بيبقى خفيف ما بيبقاش تقيل. تقلبي بس من النص كده وتحطي عليه ليمونة، عصرة ليمونة، وعندك باكو فانيليا. نعصر الليمونة الاول. معلش سامحوني اللي انا غبت عليكم الفترة اللي فاتت دي كلها، بس انا فعلا والله كنت تعبانة، واللي يعلم ربنا. ادعولي ربنا يشفيني ويتم شفاي على خير يا رب. انا من اول رمضان ما عملتش اكلات، وكان عندي ناس يعني هم اللي قايمين بالواجب، ربنا يبارك لهم يا رب ويصلح حالهم. هنا هنحطه على النار ونسيبه، هو خد 6 دقايق بس غليه على النار، يغلي كده ونروح طافين عليه 6 دقايق بالظبط. هنيجي بقى نعمل العجينة بتاعتها. هنا كوباية زبدة سايحة ونص كوباية سكر، تقلبيهم حلو لحد السكر ما يدوب. هو بيبقى السكر ناعم، لو عندك سكر بودرة يبقى احسن. تفضلي تقلبي فيهم لحد ما يدوبوا ببعض، السكر يدوب خالص. بعد كده ننزل ببيضة كاملة ومعاها بياض بيضة، اهو شلنا الصفار، يعني بيضة كاملة وناخد البياض بتاع البيضة التانية. تفضلي تقلبي كده لحد ما يبقى القوام كريمي، وهنحط عليهم معلقة فانيليا او باكو. هنا نص كوباية دقيق سميد، اللي هو دقيق البسبوسة، تقلبوه في قلب بعض كده. وبعد كده هننزل بكوبايتين دقيق، بس يستحسن ما تحطيش الكوبايتين على بعضهم مرة واحدة، يعني تحطي جزء، تحطي حوالي كوباية ونص او كوبايتين الا ربع وتشيلي ربع. لقيتي العجينة محتاجة اديها، مش محتاجة خلاص. نقلبهم في قلب بعضهم كده. انا هنا هشيلها بقى معلقة، معرفتش اشتغل بيها، اشتغل بايدي احسن. وما بيحتاجش عجين كتير يعني، هي لفتين كده بس يتشرب الدقيق في قلب بعضيه مع السمنة وخلاص. وتشوفيها بقى العجينة طرية ومحتاجة دقيق هتحطي بقية الدقيق، مش محتاجة خلاص. لحد كده حلو قوي. انا هنا لقيتها عايزة هتحط لها بقية الدقيق. ونفضل بقى نشوفها العجينة هنختبرها. هتلفيها كده في ايدك، ان لقيتيها مظبوطة ومش شقاقة يبقى كده خلاص، كده تمام. هنبدأ بقى ايه نعملها. انا هنا هعمل رسمة العين، بتصبعيها كده زي الكفتة، وبعد كده تدوسي عليها من الوسط بصباعك وتلمي من الجوانب. عايزة تعمليها كور صغيرة اعمليها انتي وراحتك، بس انا عملت دي وعملت دي. انا احب اشكر الناس اللي سألت عليا، ربنا يبارك لكم وما يحرمنيش منكم ابدا، ولا تحرم من سؤالكم يا رب.
وربنا يشفيني ويشفي كل مريض بحق اليوم المفترج يا رب. هنبدأ بقى نخلص كله. خلصت الصينية دي وهعمل الصينية التانية كور صغيرة. تدوريها كده من ايديك يا دوبك وتدوسي داسة كده صغيرة بصباعك كده وتحطيها زي الغريبة لو تعرفيها. خلص بقية العجينة برضو. هنا خلصنا الحمد لله كله العجينة. طلعوا صينيتين. هنروح نجيب بقى الصفار البيضة اللي كان متبقي معانا ونحط عليه كيس فانيليا او معلقة صغيرة فانيليا. نفضي عليه فانيليا ونحطه عشان بس زفرة البيض ونقلبهم مع بعض وندهن الوش بتاعه. ده يبقى تدهني كله كده الصينيتين. عندك بقى مكسرات حطي عليها بند. عندك كريز حطي، بندق، لوز، اللي عندك موجود حطي، سوداني مفيش مشاكل. عايزه تسيبيها كده براحتك. انا حطيت سوداني وحطيت كريز بس سبت ديت براحتها كده ما حطيت لهاش حاجه. دي بقى تديني الحروف بس بتاعتها عشان الحشو اللي فيها. انا الكريز بعد ما تستوي احطه والسوداني انا حطيت. برضو هدينا كلها واكون مشغله بقى الفرن بقالي 5 دقايق مثلا واروح حطاها في الدرج الوسطاني ونار متوسطه متبقاش نار حامية عشان يستوي براحته. وانا طفيتها على العسل بتاعها وخلاص. هو ده عسل خفيف ما بيبقاش تقيل. واول ما تطلع العسل يبقى سخن وهي برضو هي سخن تسقيهم بحيث تبقى طرية ما تبقاش ناشفة. بتطلع جميلة جدا. جربيها وان شاء الله تعجبك الطريقة. اذا عجبكم الفيديو شير ولايك واشتراك في القناة وادعولي دعوة حلوة كده وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. نجيبي شوكة بقى وتقعدي ايه تعملي زي شرط كده. بتدي بس منظر مش اكتر يعني. مش عايزة تعمليها براحتك. هنروح بقى نحطها في الفرن وهي بعد ما طلعت. وانا رصيتها في الطبق بس ما كانتش صورت الجزئية دي وانا فكرت ان هم صوروها. ما تصورتش الولاد ما صوروهاش فمعلش سامحوني في الجزئية دي. بس هي طلعت ما شاء الله جميلة. كل سنة وانتوا طيبين حبايبي.